بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم جميعا. النهارده انا سعيد ان احنا برضو من نرسي قواعد ان اي مدرب غوص ما تقفش عند المعلومه اللي عندك ومصادر اخرى. دايما كنت اقول للستودنت عندي دايفنج لوك بوك، ده غطاساتك متسجله، ده غطاساتك بتقول ان انت تاريخك في الغوص غطست 20 غطسه 100 غطسه، بتروح تشتغل في شركه بتسالك غطست فين وامتى. بعض المنظمات لو غطست 100 غطسه بتاخد مدرب، لا مش كده بس. فاحمد النهارده كابتن احمد سراج زميل فاضل معانا ومعاه تليفون، هاتوا برده وري الناس عشان يبقى فيه مصداقيه. كابتن احمد سراج من المدربين كويسين جدا والزملاء اللي يعني اللي الواحد بيرتاح لهم في كلامه وبياخد منه برده، ومش تواضع مني ولا حاجه لانه حقه. الراجل ده النهارده قال معلومه كويسه جدا في اللوك بوك وعايزه هو يقولها على لسانه، وهيتفضل معاكم مع الكاميرا يقول ليه احنا اللوك بوك نهتم بيه ويبقى معايا اللوك بوك ومسجل فيه غطاسات. قول الجزئيه الخاصه اللي انت قلتها اللي عجبتك. ازيكم، اخباركم عاملين ايه؟ انا احمد سراج مدرب غوص من نظام النووي. كنا بنتكلم على اللوك بوك. تمام، ده اهم حاجه بالنسبه لي هي ان انا بسجل في الغوصه اللي بيقابلني فيها. يعني افترض مثلا النهارده نزلت في البحر المتوسط مثلا، تمام، ففي البحر المتوسط مثلا كان في طيار، فبكتب والله انا قابلت طيار، تمام، فعشان ده هيفرق معايا لاحقا في الاوزان. مثلا نزلت مثلا النهارده مثلا شهر 11 اهوت، فنزلت مثلا شهر 11 كان في طيار، كنت نازل مثلا ببدله 5 مللي، كنت نازل مثلا باوزان 6 كيلو، اسطوانه حديد مثلا، تمام. الغوصه بتاعتي كانت مظبوطه، كنت عامل فيها لا اوفر ويت ولا كنت تحت الويت بتاع الاوزان بتاعي زياده ولا اوزان اقل، فالغوصه بتاعتي كانت مظبوطه. لما اجي السنه الجايه شهر 11 واعمل نفس الغوصه في نفس المكان، يبقى انا مش هرجع اسال واعرف انا كنت عامل الغوصه بتاعتي اوزاني كانت قد ايه، تمام. هرجع لللوك بوك بتاعتي اللوك بوك وهعرف انا عملت شكل الاوزان بتاعتي واللبس بتاعي كان عامل ازاي، تمام. وطبعا دي بتختلف من مكان للتاني، عشان دي اهم حاجه بالنسبه لي في اللوك بوك. ممكن في اللوك بوك برضه في الديسكربشن بتاعتي او في الوصف بتاع الغوصه بكتب فيها اللي انا قابلته في الغوصه. قد يكون مثلا انا قابلت مثلا حياه بحريه، قرش، سلحفاه، سان اللي قابلته. قد يكون حصل فيها مشكله مثلا لا قدر الله، حصل فيها مثلا حاجه حاله امرجنسي مثلا، والله انا علمت مثلا الغوصه دي ان كان واحد زميلي مثلا علق مثلا في شبكه مثلا او حاجه، فحاجه بتميز الغوصه دي عن بقيه الغوصات وتعرفك ان الحاجات في الغوصه يا جماعه، الحاجات اللي انا اتلاشاها والحاجات نقاط القوه اللي انت تعملها بعد كده، يبقى كل حاجه في الديسكريبشن بتاع الغوصه انت بتحدد كل حاجه موجوده. في حاجه كمان هضيفها ودي هننهي بيها الفيديو. اللوك بوك ده تاريخك بالنسبه للغوصه واللي حصل فيها. انت ممكن النهارده عملنا 4 غوصات مثلا او 5 أو 6 وحصلت مريت ببعض الاعراض، بعد كده روحت وحسيت باعراض معينه، هنعوزه احنا حضرتك الكمبيوتر بتاع الغطس بتاعك او اللوك بوك لو انت مسجل غطاسات كنت على عمق كام وقعدت وقت قد ايه، عشان طبيب الاعماق هيتعامل على الداتا الموجوده. يبقى طبيب الاعماق يا عبد الفتاح هيتعامل على الداتا الموجوده وتاخد كورس العلاج بتاعك اللي هو بعد كده. لان حضراتكم مش كل الغوصات مشاكلها بتبان بعدها بساعه وساعه ونص، في مشاكل بتحدث، مشاكل مرضيه مع الغواصين بعد كده، صح يا استاذ احمد؟ فنبدا من خلالها نربط الحاجات دي كلها ببعضها، ويبقى حضرتك مهم جدا اللوك بوك. واللوك بوك ده حاجه حضراتكم مش بعيده عليكم، انت ممكن حضرتك تطبعه تجيب اوراق معينه وتجمع فيها. المهم اللوك بوك بيبقى فيه الغطاسات اللي الكابتن احمد ممكن يقولها على السريع وانا هنبدا نقولها معاه برده. ابدا يا كابتن احمد قول بسرعه مكوناتها. يعني عندي في الدايف نمبر، كل واحد يفتح اللوك بوك اللي معاه، افتح اللوك بوك اللي معاك، اتفضل يا باشا قول يا كابتن بسرعه. فاحنا عندنا الدايف نمبر اللي هو رقم الغوصه بتاعتك، في الجيت، تاريخها، اللوكيشن، الموقع اللي نزلت فيه، الدايف بادي، زميلك في الغوصه. الديسكربشن هتكتب الغوصه انا عملت كذا كذا، كنت على مثلا عمق 28 عمق 30 سنه اللي انت عملته، وتقول اللي كان في الغوصه يا كابتن احمد كانت مفرحه، ممكن تعمل علامه زي ابتسامه كده بالظبط، فيها فيش كتير، تعمل علامه فيش، اي حاجه تذكرك بالغوصه. قد تكون غوصه نايت، قد تكون على حسب اللي انت عامله. اللي بعده بعد كده بنتكلم على الاير كونسبشن، استهلاك الاير بتاعك، بدأت بكام وانتهيت بكام. حاله البحر كانت طيار ما فيش طيار، الرياح، الفيزيبيليتي، الرؤيه، التمبريتشر، درجه الحراره. عندك كمان المربع اللي تحت دوت خاص بالسيجنتشر بتاع المدرب بتاعك او الدايف ماستر او دايف بادي، بيكتب يمضي فيها ان هو فعلا كان موجود. عندك الرسمه دي بتكتب ان انت كنت نازل الساعه كام فوق، ماكسيمم ديبس بتاعك. لا احنا فوق ستارت بدانا الساعه كام، ونهيت الساعه كام، الدبس بتاعك اقصى عمق وصلت له كان كام، التايم البوتوم قعدت فيه قد ايه، تمام. وريحت على ال5 متر، ال5 متر كام الساعه كام. فالاجمالي بتاعك هتكتب عدد توتال تايم الوقت كله اللي انت خدته في الغوص.
شكرا كابتن احمد سراج، شكرا للماي ستودنت المحترمين طلابي في الكورس الموجودين معانا، كان 2 ستار دايفر او 1 ستار دايفر. ادينا لكم زي كونكلوجن كده يا جماعه عن اللوج بوك واهميته. بالله عليكم نحافظ على نفسنا. الادوات المهمه جدا معاك الكمبيوتر في الغوص ده مهم جدا. هتقول 10 لو انت بتصعد بسرعه غير قانونيه اللي احنا قلناها 15 سم في الثانيه او 9 متر في الدقيقه، او انت بقى بتقول البابلز والكلام ده كله. المهم انت حضرتك تبقى عارف الحاجات دي مهمه جدا، زيها بالظبط في موضوع اللوج بوك. يبقى اللوج بوك بتسجل فيه غطاساتك، بتسجل فيه الاحداث اللي حصلت في الغطسه. اشوفكم على خير، وكل مره هنشرح حاجه بالنسبه للداخلين على مجال الغوص او الناس اللي بالفعل في الغوص بس ما يعرفش مكونات اللوج بوك ايه. السلام عليكم وشكرا.